تعرف يا حسن بدي اختصر معك كلمتين اليوم. عارف شو هم؟ انا بالنسبه لي اليوتيوب خلص الحساب معه. والله العظيم، والله مش انت طلعت تنفخ في حالك وبعدين انت مطلع مقطع انه انت يعني على باب الدار وبطخ يعني. طيب بدي اشوف السلاح ايش اللي يلزمك، ربنا يجيب فيه خير. انا مش حكتر كلام، انا يا حسن قنديل مش حكتر كلام ولا شيء ولا حاجه، بس انا اوعدك وعد شرف اليوتيوب نفسه انا مش هرد عليك فيه. كويس؟ وعد، وربنا يجيب لي فيه خير في غزه. هناك بنعرف بالضبط العنتريات الكذابه. كويس؟ حسن قنديل انا ابن الكحلوت، وحط نقطه وتحتها خط. تمام؟ اخر الكلام اللي حتكلم المره اللي فاتت اجوك اهلي بكل احترام وما رضوش، يعني لما راحوا بكل ادب، ما رضيش يتهجموا. كويس؟ لكن اليوم ان شاء الله ربنا يجيب البيتزا. اليوم انا كلامي مع اهلي وكلام مع اخوالي واولاد اخوالي، وهناك ان شاء الله لك الحفله ان شاء الله. عشان انا لما بتستفزني وبتدخل حبه هلافيت عندك، هلافيت يا ريتني يا حسن في غزه، يا ريتني. عارف صوتك هذا اللي كتمت لك اياه كتم، بنفسي كان كتمت لك اياه كتم. ما ضلش يا هالفوت، كنت بدي اسمع صوتك يا عره، بدي اسمع صوتك لما وائل شطه علم عليك في اليوتيوب. تمام؟ كنت اتمنى حسن، اسمع يا حسن، قسما بالله لو اني في غزه، قسما بالله لما نعت صوتك يطلع على المنصات، قسما بالله يا هالفوت يا منسون. انت واحد منسون ولا انت واحد منيك من الاخر؟ هذا بدك تفهمه، انت واحد هالفوت، انت واحد هالفوت شايب منيك. فهمت؟ هذا اللي بدي اقول لك اياه. عموما وبدي اياك تسجل هذا المقطع، انا هنا قاعد بقول لك يا حسن قنديل. كويس؟ ولما يجوك جماعه الدار قول لهم طلع غلط علي، بس انا حقول لهم كلام غير هالكلام عشان اعرفك. ما ضلش الا حبه هلافيت في التسعين اللي فيهم. واحد منيك زي كلام في الصميم، خلقت منيك رسمي عرس منسون، يجي يرجع علي في المنصه عنده، ولو انه زلمه ذكر يطلع لي صوته ولا صورته، خلقت فيك جبان داعس على راسه، مش من اليوم، من سنوات طويله يعني. تمام؟ على جهه يا منيك انت الثاني، على جهه ابو النسوان. اسمع ولا ان فيك اذا انت راجل ومن ظهر راجل فعلا اطلع لي بصوتك وبصورتك، لا دعس عليك تدعيس يا هالفوت. تعال يا موجي، تعال يا ابو ضلش لمحمد الموجي اللي بده يفتح لي تاريخ القدر. انا تاريخ القدر ما ضلش الا انت يلي كنت تغتصب البنات الصغار على المنصات، ما ضلش الا انت يا هالفوت، ما ضلش الا انت يا خاين. ولكن انت يا خاين يا قليل القيمه، تمام؟ يا هالفوت تاريخك لحاله في داخل اليوتيوب يشهد عليك انك انت اكبر، ولكن انت فتحت منصه زي الوحده الشرموطه، هي قاعد دهينك، هي قاعد دهينك يا عرس. كويس؟ عشان ايش؟ وقلت لك مش انت اللي هتحاسب على المشاريب، في ناس هتحاسب على المشاريب في غزه، وربنا يجيب اللي فيه خير وخير ان شاء الله. حسن البت هذا خلي لي اياه وان شاء الله خير. انا مش حكتر معك كلام كثير، مش حاحكي كثير يا حسن، بس قلت لك شفت هدول، شفت النفخه تاعتك الكذابه هذه، حنفس لك اياها في غزه، ونفس لك اياها قبل هيك، بس حنفس لك اياها المره هذه بشكل ثاني. تمام؟ سمعتني هالفوت؟ خير ان شاء الله. وظلش انت يا موجي اخر واحد يا خول تتكلم انت عن التاريخ القذر، اخر واحد يا موجي، اخر واحد. انت اكرم سلام اول واحد خان اكرم سلام وبعت صور لاحمد سلامه انت.
والرضوان والشله هذه. انت يا موجي اكبر خاين، ولكن انت غدرت في اصحابك. ها؟ سمعت؟ انت خاين. ما ضلش الا انت تتكلم. ما ضلش الا انت تتكلم. يا عره خلقت واحد شايب ناقص عواطلي هفيه، نسوان بتصرف عليك يا خول. جاي انت ايش دخلك كرب؟ ايش دخلك في الموضوع يا خول من كيلو؟ انتوا حبه هفايه في اليوتيوب. هفايه. ابراهيم الفلسطيني فتح منصته عشان يدافع عنكم، لما انتوا سعركم سعر بعباره عن باكيت سجاير. حبه هفايه في اليوتيوب. انت وكلام في الصميم والشله هذه. قال اكرم سلام سحب حاله ونطلب من المركب، ملناش علاقه. وجايين تتكلموا احنا ماي هارت. على هيك احنا ما ضلش الا الموجي اللي يتكلم. اسمع يا موجي، انا بيني وبينك انا بتمناك تفتح الباب، وبالمره اتمنى انك تغلط في امي وفي شرفي من الاخر، وهيني قاعد بستفزك كويس عشان ان شاء الله قلت لك الفاتوره تكون ثقيله في غزه. انا بدي اياك تطلع بيت تفتح بيت، بدي اياك تفتح بيت، وانا قاعد بستفزك تفتح بيت، وبدي اياك تيجي على ناحيه شرفي واهلي، ولا كل حدث حديث ان شاء الله، وحياتي ولادي انه الفاتوره تكون ثقيله يا موجي على صاحبك. اكثر من هذا الكلام مش حكيته. ما احنا امبارح ضبينا حالنا وقلنا خلاص، قلنا خلاص انخمدنا وسكرنا. تدخل حبه هفايه عندك في المنصه، ولك هفايه تشويم واحد راجل فكات هفايه. انت جاي تتكلم عن الشرف يا حسن قنديل، ومسكت يلي انت تحت الضرب، ومسكت زيزي وتقولها يا عايبه. انت جاي تتكلم عن الشرف والاخلاق والمحتوى، ومسكت زيزي تقولها يا عايبه يا عره. اخر من يحكي عن المحتوى انت، وانت عارف تحديدا كلمه عايبه معناتها شرموطه في غزه. انت جاي تتكلم على انك محتوى. يا رجل محتواك معروف من تاريخ جيجي بتاريخ هتكك للاعراض. ها؟ اخرها زيزي، وصار باسمك صار باسم زيزي انفتحت منتديات، وجاي انت تتكلم عن محتويات. يا رجل انت اكبر هاتك اعراض يا حسن قنديل، انت اكبر هاتك اعراض من الاخر. وانا اللي عملت لك سعر ولا اللي زيك مدفون؟ اللي زيك مدفون يا حسن يا قنديل، والله مدفون دفنه زي الزفت يعني. ها؟ شويه والله، شويه بس، شويه. ضلش الا انت. انا مسروق قصور، انا مش يا راجل خلينا ساكتين، خلي طابق مستور يا حسن، نفختناك وانت ولا شيء. انا مش عارف ايه يا رجل خلينا ساكتين، خلي طابق مستور يا حضرة رجل الاعمال، خلي طابق مستور.